واحد يقول لي ما هي السعوديه اداه امريكيه، لا اقول له لا لا لا، في دولتين على وش الارض النهارده يقدروا يركعوا امريكا على الارض، الصين والسعوديه. موازين القوى الاستراتيجيه مش هتبني معلوماتنا من الجرايد. ها، اكبر ودائع ماليه في التريجري الخزانه الامريكيه هي للصين وللسعوديه، وبالتالي فمساواه السعوديه بقطر عند امريكا ده عبث. اصبح أقول بكل ضمير مرتاح إن عاصفة الحزب التي تقودها المملكة العربية السعودية هي لتحرير كل مستقبل العالم العربي من براثن السطو الإيراني على كرامته ومقدراته وخيرات شعوبه. المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين هي منبر لكل حر وشريف. المملكة العربية السعودية الآن تضم حوالي 1,200,000 سوري يعيشون في أرضها مكرمين معزين، وأنا من المقيمين بأرض السعودية من 20 سنة، وأتحدى أن يوم اليوم أن السعودية قتلت ولو سوري ولو لبناني ولو جنيه، أما النظام السوري يقتل كل يوم آلاف الناس. أن هذا المجلس الموقر لن يتمكن من ردعه وإيقافه عند حده وحماية مواطنيه الذين تخلى عن مسؤوليته عن حمايتهم، وذلك بسبب الاستخدام المتكرر لحق النقد. أن نقول أن هذا الموقف غير مسبوق بكل المقاييس، هذه قضية، هذه حقيقة، هذه سجلات الأمم المتحدة تبين أنه ما في دولة قبل السعودية ومثل السعودية أنها دولة مؤسسة للأمم المتحدة، ولم يسبق أنها أصبحت عضو غير دائم في مجلس الأمن، ولما صارت عضو الآن رفضت المجلس لسبب مبدئي حاضر. نشكر السعودية لأنها فضحت مجلس الأمن على مستوى العالم. هذه هي الحقيقة كشفتها السعودية وأراه كل العالم، لأن اعتذار السعودية مش حاجة سهلة، دولة منتخبة. أنا أقول المملكة العربية السعودية الآن بإمكانها أن تقهر الدول هذه كلها، ما في أحد من كل الدول اللي طرحوا، ما في أحد يستطيع أن يسعى لتحقيق مطرحه إلا المملكة العربية السعودية. سيفين والنخلة وسام، يوم الوطن سلم وسلام وتوحيد رب العالمين. عبد العزيز بن الإمام وحد شتات المسلمين وعزل الحلال من الحرام، بالحرب روض له سنين والشرع له بالدين قام مدعوم، بل حد السنين سيفين والنخلة وسام يدري بها العقل، ألف طين والنور من عقب الظلام، نور بلاد المسجدين وبالعز طير الدين حام، عرشه جباه الفرق دين، حقه من المجد السنام متأبط شرع الاثنين، كتاب للخالق ختام والسنة الحق المبين، وساد الأمن شرق وشام وجنوب غرب القبلتين، يلي تريدون العلام بأمن وسلام راتعين، سلمان للعاتي خزام أبو فهد ذرب اليمين، سلمان للعاتي خزام أبو فهد ذرب اليمين، لو وصلت الحد العظام يخلي القاسي يلين، هذا وهو ما تم عام ركع جباه المعتدين، هذا وهو ما تم عام ركع جباه المعتدين، موفقه رب الأنام يرفع رياض الصالحين، وصلاة ربي بالتمام تهدى لسيد المرسلين.